الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل القراقيش. دول 3 كيلو دقيق، هنحط عليهم كوباية ونص سمسم. دي هنعملها مش هنعملها دايبة زي الكحك، هنقلل في مقدار السمنة. هنا هندي كل كيلو دقيق مجين سمنة. احنا الكحك حطينا 3 مجات، لا ده هنحط على القراقيش عشان مش عايزينها دايبة، هنحط مجين سمنة على كل كيلو. وهنا في ربع معلقه ملح، وفي هنا حوالي 3 معالق سكر بودره، وهنا السمنه اهيت. هنقلب الاول الحاجات دي مع بعضها، الحاجات الجافه دي مع بعض كده. وهنا السمنه زي ما قلنا كل كيلو عليه مجين سمنه عشان مش عايزينه دايب قوي زي الكحك، يعني مش هيبقى كله دايب وكله سمنه وكده. فهنا ال3 كيلو حطينا 6 مجات، هنبسهم اهو. دي سمنه بلدي على نيوزيلندي برضو اهي، هنبسهم برضو، ما نحطش السمنه كلها مره واحده. لازم نبس الدقيق مع السمنه كويس. وهنا برضو عاملين الخميره، وهنا هنحط برضو لبن، نص كيلو لبن برضو هنحطه بالتدريج علشان ايه، ما حسب ما العجينه تاخد اهو. هنحط بقيه السمنه اهي. هنكمل بس بقى ونرجع لكم تاني على ما نبسها. دي اهو بعد ما بسيناه القراقيش، وكمان نسينا كمان هنحط عليه محلب وشمر وينسون مطحونين اهو، هما بيجوا جاهزين، برضه هنضيفهم عليهم. احنا كمان ضفنا مج سمنه سايحه، يبقى كده 7، يبقى كده 7 مجات. علشان ايه؟ عايزينه يعني لا دايب ولا دايب قوي ولا ايه ولا ناشف اهو. والخميره اهي كمان اتنشطت اهيت، اهي دي قطعه خميره كبيره هنضيفها. واللبن برضه هنحطه بس مش كله. ايه نبتدي نلم القراقيش ونشوف لو احتاجت النص بقيه اللبن هنحطه، يعني مش احتاجته مش مشكله، بس هي شكلها هتحتاجه اهو. اهو نعجنها ونلمها، مش نعجن نلم بس كده، لان هي مبسوسه كويس واخده كل حاجه اهو. لو تلاقيناها مثلا محتاجه شويه ميه كمان للعجن ممكن نديها، بس هي كده خلاص كده ايه مش محتاجه. نبتدي نلمها اهي مع بعضها عشان مبقاش في حاجه مفروله فيها. لازم نلمها كويس. نلمها كده بالطريقه دي كويس اهي. نسيبها بقى تخمر، وهنوريكم بعد ما تخمر بقى هنشكلها ازاي. عجينه القراقيش اهي احنا بنفردها بنشابه، وبنفرد العجوه كمان، اهوت على كيس بلاستيك. العجوه احنا عملناها بسمنه سمنه وسمسم وعجناها في بعض وسيبناها لما تبرد. بنفردها، بناخد حته منها وبنفردها اهو، بناخدها بالطريقه دي كده اهي. اهي كده. طبعا بنسوي الاحراف من هنا ومن هنا اهي، بنلفها بالراحه كده اهي.
اهي، ونضغط عليها برضو. نشيل الزيادات منها اهي ونقطعها بالطريقه دي كده. وبنرصها ايه في الصينيه بتاعتها اهي كده. وفي شكل كمان انا هوريه لكم اهو، بنعمله كمان وبنحشيه عجوه من النص اهو. ده بنجيب العجوه اهي، بنكورها كده بالطريقه دي ونعملها بالشكل ده اهي. بنجيب العجينه برضو لازم نعملها بايدينا برضو كده، نطريها اهي اهي. نجيبها كده اهي اهي. نشيل الزيادات منها ونظبطها. بيطلع معانا الشكل كده. في اشكال بقى، ممكن ما عندكوش الاشكال ممكن تعملوها دايره، بتبقى فطيره صغيره كده عادي، اي حاجه. هنكمل بقى وهنسويه برضو، الفرن يبقى ساخن والقرقيش برضو على نار هاديه، وهنوريكم بقى لما تستوي. القرقيشه هي خلصت معانا، طالعه عامله ازاي، مستويه ولونها عامل ازاي. هي ديت دي اللي حشيناها بالملبن والسمسم، وديت بالعجوه، وفي ساده، ودوت برضو اللي عملناه الكعك الصغير برضو منها فطير صغير كده برضو بالعجوه. مقاديره مظبوطه. 3 كيلو، 3 كيلو خدوا 7 مجات سمنه، ونص كيلو لبن، وذره ملح، وسكر بودره 3 معالق سكر بودره، والخميره. اتمنى ان انتوا تجربوه، يا رب يعجبكم، هو ريحته جميله وطعمه كمان حلو، واتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم حاجه جديده، هنعمل مكرونه ايطالي في البيت، وهنعجنها وهنفردها، وهنوريكم ازاي الصلصه بتاعتها كمان بتتعمل بطريقه سهله وحلوه. ولازم تتبعوا الطريقه ديت علشان تطلع معاكي طعمها حلو. لو ما عملتهاش باللي انا هعمله دوت مش هتطلع معاكي حلوه. وهتعمليها وهتحسي بالفرق، هتحسي انك انتوا المكرونه اصلا اللي بتتباع جاهزه دي ملهاش اي طعم. لما تجربوا المكرونه اللي هتعملوها في البيت هتعرفوا ان المكرونه دي حلوه وطعمها حلو. هنا 2 كيلو طماطم هنقطعها انصاف كده بالطريقه دي كده. هنعمل الصوص الاول، بعد كده هعجن لكم العجينه بتاعت المكرونه. لازم الطماطم دي تتقطع بالطريقه ديت، وايه، ونحط عليها شويه ميه كده ونحطها على النار تغلي، يا دوبك تاخد غلوتين معانا. وبعد كده ايه، هنضربها في الخلاط وهوريكم هنعمل الصوص بتاع المكرونه ازاي. لازم تتبعوا الخطوات ديت، الحاجات ديت والتريكات ديت ايه مهمه. هنحط بقى الطماطم على النار وهنرجع تاني عشان نعجن اهو مقادير المكرونه الايطالي. اهو ده كيلو دقيق احنا نخلناه وحطيناه هنا في البوله، وهنا 8 بيضات اهو، 8 بيضات اهمت، وربع كوبايه زيت، ونص معلقه ملح اهو، ومعانا كوبايه ميه اذا احتاجنا للعجن. الملح اهو هنقلبه معاها اهو، وهنضيف البيضه اهوت 8 بيضات. دي بتتعجن بالايد، والربع كوبايه الزيت اهو. المكرونه دي بتبقى جميله وطعمها حلو، ولما تجربوها وتعملوها كمان مش هتاكلوا اصلا مكرونه من بره، لان دي اصل المكرونه، بيض ودقيق وميه وملح. هي في ناس بيحطوا زيت زيتون، بس انا ايه يعني ما عنديش، انا ممكن بالزيت العادي مش هتعمل يعني مش هتفرق. الوصفه دي الايطاليين هما بيعملوها كده اهي.
هنكمل عجنها بقى وايه ونرجع لكم. العجينه اهيت، المكرونه عجناها اهيت، لازم تتعجن كويس عشان ما يبقاش فيها حاجه. بصوا بقت عامله ازاي، لازم نلم كله اهو اهي. بصوا بقت عامله ازاي اهي، لازم نعجنها لغايه ما تبقى ناعمه خالص. بص البيض كمان مديها لون حلو اهي، ولازم يبقى لها عرق كده اهي، لازم تبقى كده بالطريقه ديت. العجينه اهي احنا عجناها اهي، لازم نسيبها ترتاح، نحطها في التلاجة ونغطيها بكيس بلاستيك نضيف وايه وتتشال في التلاجة. لازم نسيبها حوالي نص ساعه او ساعه ترتاح، عشان لما نيجي نفردها ايه هنوريكم بقى بقيه الحاجات لما نفردها ونعمل ونجهز الصلصه. دلوقتي هنعمل صوص البولونيز بتاع المكرونه الايطالي، عباره عن زيت، ودي بصله متقطعه اهي قطعناها وحطينا عليها بس على نص معلقه فلفل اسمر يا دوبك هنشوحها. وهنا معانا في لحمه مفرومه اهي، دي لحمه مفرومه هنضيفها عليها، عشان صوص البولونيز عباره عن صلصه وبصل ولحمه مفرومه وثوم وفلفل عشان تطلع معاكي مظبوطه. الطماطم اللي احنا حطيناها تغلي بقشرها اهي، احنا اهي بعد ما غليت وضربناها في الخلاط وصفيناها، ضربت في الخلاط وتصفت. لازم تتعمل كده، لازم الخطوه دي. لو ما عملتيش الخطوه دي المكرونه مش هيبقى معاكي طعمها حلو، ولا صوص البولونيز هيبقى طعمه حلو. في ايطاليا بيعملوه يجيبوا الطماطم اللي هي المعلبه، احنا طبعا هنا الطماطم رخيصه مش هنجيب طماطم معلبه. فايه الطماطم يا دوبك تقطعيها وتغليها وتمشي بالخطوات دي عشان تديك التست والطعم الحلو بتاعها. اهي اللحمه اهي، واحنا عندنا اهوت فلفل اخضر حامي وثوم وفلفل ناعم كمان عاملاه معاها اهو نضيف نشوحه معاها. انا عملتها في حله واسعه كبيره علشان ايه تبان، عشان انا عامله كيلو دقيق. عايزه تعملي اقل تعملي نص كيلو بقى برضو ايه تعملي. انا بعمل وانت ايه براحتك، اللي عايز يعمل كميه عايز يعمل اقل يعني. اهي الخطوات تمشوا عليها كده مظبوطه تطلع معاكم الاكل طعمه حلو. هنضيف بقى الصلصه اهي، طماطم وعليها معلقه سكر اهي، معلقه سكر كبيره اهيت عشان تكسر حموضه الطماطم. وهنا معلقه بهارات واحنا في معانا زيتون بس مش هنحطه دلوقتي، لما الصوص يستوي كده هنحط الزيتون اهو. في هنا معانا مكعبين مرق الصوص اهوت هنسيبه يتسبك مع بعض اهوت مع بعضه اهو. واحنا هنا مجهزين ميه مغليه علشان المكرونه هنفردها بالمكنه ولما الميه تغلي هنسقطها فيها وهنشوف بقى هنعمل ايه. هنروح دلوقتي نجهز المكرونه علشان نفردها بالمكنه ونوريكم بقى هتتفرد ازاي. العجينه هي بتاعت المكرونه احنا بناخد منها حته بنفردها بايدينا كده، ولازم يكون جنبنا دقيق. لازم الدقيق المكرونه الايطالي لازم تفرديها بالدقيق اهي. المكنه اهي جهزناها اهي، والاول بنفردها اهي، بنفرد العجينه بنفضل نفرد فيها كده بالسمك اللي احنا عايزينه. ولازم الدقيق يبقى جنبنا ونبدر العجينه على طول بالدقيق اهو. ممكن ولادك كمان يشاركوكي، هي بتبقى عايزه ايادي كتير، الولاد كمان ممكن يعملوا معاكي اهو. طب لو انت ما عندكيش المكنه اللي هي بتاعت المكرونه برضو ممكن تعمليها وتفردها بالنشابه، وهنوريكي ازاي برضو هي بتتقطع اهي. نفرد برضو العجينه تاني
لو لقيناها طولت مننا بنقسمها بالسكينه عشان نقطعها ايه على اليمه اللي هي بتاعت الشرايط. هي العجينه اهي بنقسمها اهي. برضو بنفردها تاني اهو. بعد كده بقى ايه نبتدي نقطعها على اللي هي الايه اللي بتاعت الشرايط. ولازم الدقيق يبقى جنبنا عشان نبدرها على طول بالدقيق. هي بتبقى محتاجه ايادي كتير على فكره، مش ايد واحده، حد بيلف المكنه وحد معاكي اهو. ولازم اهو المكرونه اهي، المكرونه اهي بعد ما طلعناها اهي لازم نبدرها بالدقيق، نعملها كده نفككها من بعضها اهي. لازم الدقيق يبقى جنبنا اهو، لازم نرشرشها بيه اهي. هنوريكم بقى واحده تانيه، وخدوا بالكم المكرونه دي تحفظوها العجينه دي عشان هنعمل منها لازانيا وهنعمل منها وصفات تانيه كتير. ممكن تعملوها في رمضان وفي غير رمضان، في عزومات، في اي حاجه. لازم نبدرها بالدقيق كده عشان لو سبناها هتلزق على بعض اهي. نفردها على بعض كده اهي. التانيه اهي هنفردها على ناحيه الفرد اهي. كمان اهي حسب السمك اللي انت عايزاه، وعايزاها تخينه رفيعه وسط. احنا بقى بنعملها وسط. ما ولادي هنا بيساعدونا هم اهو. دي بقى ايه هنوريها لكم بالسكينه، هنلفها ونقطعها اهي. احنا جبنا واحده اهي هنوريها لكم ازاي نقطعها بالسكينه لو فردناها بالنشابه اهي. اهي بنعملها كده برضو. السكينه برضو بنديها دقيق اهو، بنقطعها كده برضو بالراحه، برضو شرايط حسب السمك اللي انت ايه عاملاه، وهتطلع معاكي حلوه واحسن كمان بكتير من المكرونه اللي بنشتريها بره اهي. دي بتبقى كلها عباره عن عجين اهي. ممكن كمان السمك اهوت ايه نرفعها كمان اهي. اهي القماشه نضيفه انا حطاها اهيت. نفردها برضو كده ما نسيبهاش، يعني مش تقطعوها وتسيبيها لا اهي. برضو الدقيق اهي ونبدرها بيه اهي. دي اللي قطعناها بالسكينه اهي اهي. يعني عندك اي حاجه. خدي بقى هنا جهزنا اهوت المكرونه اهي معانا اهيت، خلصناها اهيت وعملناها بالدقيق. لازم نشيل منها الدقيق كده. عندنا هنا ميه بتغلي خالص، حطينا عليها معلقه ملح اهي. هننزل المكرونه كده وهي الميه بتغلي اهي. لازم الميه تكون بتغلي لازم اهي. ونحاول نبعدها عن بعضها عشان المكرونه دي فيها بيض وبتلزق اهي. هنحطها شويه شويه وهنعرف استوت ازاي. هنلاقي المكرونه لوحدها كده هنلاقيها طلعت لفوق اهي. دلوقتي هنشوف هنبص نلاقي المكرونه ايه هتبتدي تطلع لفوق. ده بس تقليبه كده اهي. احنا هنا معانا الصلصه اهي خلصت اهي، واديتها الملح بتاعها وهديها الزيتون اهو. اديله تقليبه. احنا ملحناها اهو، وعملنا كمان اهي جنبها للتزيين كمان برضو داود باشا لحمه كور اهيت او ميت بولز، وعملناها بالصلصه اهيت وشوحناها الاول مع دقيق، واديناها معلقتين صلصه من صلصه المكرونه اهي. المكرونه ابتدت تطلع معانا كده كده كده. المكرونه استوت اهي. نبتدي بقى نطلعها كده اهي ونحطها على الصلصه اهي على طول اهي. ناخد من هنا طالما المكرونه طفت على الميه، نعرف استوت ازاي. المكرونه اهي طفت على الميه اهي، طلعت على سطح الميه اهي لوحدها اهي، بقت على سطح الميه. بنشيلها كده اهي بعد ما نديها تقليبه اهي، وعلى الصلصه على طول
او ممكن نصفيها بنصف حسب ما انتوا ايه عايزين. هنكمل بقى باقي المقدار ونرجع لكم ايه واحنا بنعمل. المكرونه الايطالي خلصت معانا اهيت وزيناها اهيت وحطينا عليها جبنه، اي نوع جبنه انت بتحبيه، جبنه رومي او برمجان اي حاجه. خلصناها اهيت. وبصوا بقت عامله هي عامله ازاي، وعملت لها لحمه هي كور او داود باشا وعملناها بيها. بصوا بتبقى عامله ازاي وطعمها بيبقى حلو. وانتظرونا ان شاء الله لما نعمل اللازانيا، واتمنى ان هي تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل باميه، نعملها في الطاجن، وهنعمل في الحله مطبوخه عاديه. هنا احنا شوحنا اللحمه، هنا جبنا اللحمه وقطعناها وشوحناها، وهنديها البصل عشان هنعمل هنا تسبيكه. هنا احنا البصل بشرينه، عايزين تقطعوه قطعوه براحتكم. هنا هنديله فلفل اسمر نص معلقه، ونص معلقه بهارات، وهنشوح البصله مع اللحمه كده. هنا الباميه احنا غسلناها كويس، يجي 4 مرات او 5 مرات لما تنضف خالص، وقمعناها. دي باميه طازه، انا عاملها لكم بطريقه حلوه، وهتطلع لكم معاكم باميه حلوه. اللحمه هي تتشوحت والبصله، واروح ضايفين معاها الطماطم ضربينها في الخلاط. هنسيب بقى ده كله يتسبك مع بعضه، ونرجع لكم تاني بقى نوريكم الباميه هتتعمل ازاي بطريقه حلوه هتعجبكم. هنجيب حاجه واسعه كبيره زي وك كده، وهنجيب الباميه احنا غسلناها كويس ونضفناها. هنشوحها. لازم الحركه دي، اي ماده دهنيه عندك، سمنه، زيت، لو في مثلا دهنه ضاني عادي ممكن تحطوها. لازم نشوح الباميه كويس، لازم نشوح الباميه كده كويس اهو، عشان تقفل المسام بتاعتها والمخاط بتاعها ما يطلعش. طب لو انت هتعملي باميه مجمده ما تعمليش الحركه دي عشان ما تجلدش معاكي. دي للباميه اللي هي الطازه، اللي هي الخضره الفريش. احنا هنا قرطين كمان، قرنين فلفل وراس ثوم اهوت برده هنشوحها معاها. ودي هتدي الباميه ريحه حلوه وطعم حلو. الريحه بتاعتها طالعه حلوه، وانتم طالعه ريحتها حلوه. الباميه تشوحها كده. ما عادتش حتى اهي الباميه اتقفلت مكانها، ما عادتش بتجيب اللي هو اي حاجه اهي. السنه اهي جميله اهي. الحركه دي التكه ديت حلوه قوي، بتخلي الباميه حلوه وبتديها طعم حلو. احنا هنا معانا برده الصلصه اهيت بتغلي اهيت، واللحمه برده هنبتدي بس الباميه تتشوح وهنضيف عليها، عشان احنا هنعمل نصها في الطاجن والنص التاني مطبوخه عادي. يعني ريحه الثومه طالعه جميله اهوت. ما ننساش معلقه السكر اللي بنحطها على الصلصه.
نضيف الصلصه مع الباميه كده، علشان هنحط نصها في الطاجن والنص التاني ريحتها جميله، ومش عايزه اقول لكم بتبقى طعمها عامل ازاي. هنديها بقى غلوتين 3 ونرجع لكم تاني بقى نشوف هنعمل ايه. نضيف نصها في الطاجن والنص التاني ايه مطبوخه عادي. الباميه هي ظبطناها وقسمناها، قسمت نصها طبيخ عادي والنص التاني اهو هننقلها هنا في الطاجن. احنا هنا مجهزين الطاجن وغاسلينه اهو، وهنا ظبطنا الباميه واديناها مكعبين مرق والملح بتاعها ومعلقه سكر حلوه كبيره كده عشان الطماطم. ونضيف اللحمه كمان معاها اهو. لازم نديها الاول كام غلوه كده على النار، نغليها كويس اهو. دايما دي بتبقى ريحتها وطعمها حلو. احنا ولعنا الفرن وجهزناه اهي. بقى الباميه التانيه برضو اللي هي المطبوخه اهيت برضو على النار اهي. احنا قسمنا نص هنا ونص هنا، ممكن كمان ناخد منها من دي كمان شويه اهو عشان هما ايه بيحبوا اللي في الطاجن. هنحطها بقى في الفرن وان شاء الله لما يجهز ويستوي هنوريه لكم. الطاجن الباميه اهو طلعناه من الفرن. بصوا شكله جميل وريحته حلوه، واللحمه فيها هي استوت اهي واتحمرت كمان من فوق. بصوا شكله جميل وريحته حلوه. اتمنى ان هو يعجبكم. عندكم طريقتين، يا اما تطبخوها بعد ما تتشوح بالطريقه ديت وتحطوها على الصلصه واللحمه، يا اما تحطوه في الطاجن. والطاجن طبعا بيبقى طعمه احلى وحلو. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. ويا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم مقلوبه فراخ بالبتنجان والبطاطس المحمره. هنا احنا قلنا الحاجه وجهزناها عشان ما نطولش الفيديو. هنا في حله كبيره اهيت هنبتدي نرص فيها الطماطم. ده جوزي هو اللي هيعملها لكم، وهيعملها لكم هو بطريقته بيعملها حلوه اهو. هنبتدي نرص الطماطم الاول. هو بيعملها بطريقه حلوه واحنا بنحب ناكلها من ايده. بعد كده هنرص البطاطس. احنا رصينا البطاطس اهيت وهنبتدي نرص البتنجان. بتنجان طبعا احنا بنغسله وبنقطعه وبنحط عليه ملح، وبعد كده بنقليه ما بيشربش زيت. وقالين كمان شرايح فلفل. الوراك كمان احنا شوحناهم هنحطهم برضو. بعد كده هنجيب بقى الرز هنضيف الرز عليه وعلى على الوراك وعلى الحاجه ديت. احنا اديناه تشويحه مع بصل، وهنا عندنا شوربه برضو هنسقي بيها، وحاطين عليه كركم وكاري والبهارات وملح وفلفل اسمر اهو. بنسويه بالطريقه دي كده.
الشوربه اهي هنصفيها. اهي صفينا الشوربه وضفناها على الرز كده، ومش هنقلب بقى، هنسيبه لما كله يغلي مع بعضه يا دوبك بسيط كده. لا مش هنقلب علشان الطبقات اللي تحت تفضل زي ما هي. بعد كده بقى ايه هنغطيه واوريه لكم بقى ايه وهو بيستوي. الرز اهو اتشرب قدامكم اهوت واستوى، يعني ثواني كده وهنطفي عليه وشرب كل الشوربه اللي فيه، ولازم تكون النار هاديه عليه. المقلوبه اهي قلبناها اهيت استوت اهي جميله قدامكم، والحله اهي طالعه نظيفه مفيش حاجه لازقه فيها. انا قلبتها في صينيه واسعه، وكده عشان تبان اهي. اتمنى ان انتوا تجربوها ويا رب تعجبكم. والوراكه اهي طالعه مستويه اهي، كل حاجه مستويه وطعمها حلو. يا رب تعجبكم وتجربوها، وما تنسوناش ان شاء الله في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل القراقيش. دول 3 كيلو دقيق، هنحط عليهم كوبايه ونص سمسم. دي هنعملها مش هنعملها دايبه زي الكحك، هنقلل في مقدار السمنه. هنا هندي كل كيلو دقيق مجين سمنه. احنا الكحك حطينا 3 مجات، لا ده هنحط على القراقيش عشان مش عايزينها دايبه، هنحط مجين سمنه على كل كيلو. وهنا في ربع معلقه ملح، وفي هنا حوالي 3 معالق سكر بودره، وهنا السمنه اهيت. هنقلب الاول الحاجات دي مع بعضها، الحاجات الجافه دي مع بعض كده. وهنا السمنه زي ما قلنا كل كيلو عليه مجين سمنه، عشان مش عايزينه دايب قوي زي الكحك، يعني مش هيبقى كله دايب وكله سمنه وكده. فهنا ال3 كيلو حطينا 6 مجات، هنبسهم اهو. دي سمنه بلدي على نيوزيلندي برضو اهي، هنبسهم برضو، ما نحطش السمنه كلها مره واحده. لازم نبس الدقيق مع السمنه كويس. وهنا برضو عاملين الخميره، وهنا هنحط برضو لبن، نص كيلو لبن برضو هنحطه بالتدريج علشان ايه ما حسب ما العجينه تاخد اهو. هنحط بقيه السمنه اهي. هنكمل بس بقى ونرجع لكم تاني على ما نبسها. دي اهو بعد ما بسيناه القراقيش، وكمان نسينا كمان هنحط عليه محلب وشمر وينسون مطحونين اهو، هما بيجوا جاهزين، برضه هنضيفهم عليهم. احنا كمان ضفنا مج سمنه سايحه، يبقى كده 7، يبقى كده 7 مجات. علشان ايه عايزينه يعني لا دايب ولا دايب قوي ولا ايه ولا ناشف اهو. والخميره اهي كمان اتنشطت اهيت، اهي دي قطعه خميره كبيره هنضيفها. واللبن برضه هنحطه بس مش كله. ايه نبتدي نلم القراقيش ونشوف لو احتاجت النص بقيه اللبن هنحطه، يعني مش احتاجته مش مشكله، بس هي شكلها هتحتاجه اهو. اهو نعجنها ونلمها، مش نعجن نلم بس كده، لان هي مبسوسه كويس واخده كل حاجه اهو.
لو تلاقيناها مثلا محتاجه شويه ميه كمان للعجن ممكن نديها، بس هي كده خلاص كده ايه مش محتاجه. نبتدي نلمها اهي مع بعضها عشان مبقاش في حاجه مفروله فيها. لازم نلمها كويس. نلمها كده بالطريقه دي كويس اهي. نسيبها بقى تخمر، وهنوريكم بعد ما تخمر بقى هنشكلها ازاي. عجينه القرقشه اهي احنا بنفردها بنشابه، وبنفرد العجوه كمان. اهوت على كيس بلاستيك. العجوه احنا عملناها بسمنه سمنه وسمسم وعجناها في بعض وسيبناها لما تبرد. بنفردها، بناخد حته منها وبنفردها اهو. بناخدها بالطريقه دي كده اهي. اهي كده. طبعا بنسوي الاحراف من هنا ومن هنا اهي. بنلفها بالراحه كده اهي. اهي ونضغط عليها برضو نشيل الزيادات منها اهي ونقطعها بالطريقه دي كده. وبنرصها ايه في الصينيه بتاعتها اهي كده. وفي شكل كمان انا هوريه لكم اهو. بنعمله كمان وبنحشي عجوه من النص اهو. ده بنجيب العجوه اهي بنكورها كده بالطريقه دي ونعملها بالشكل ده اهي. بنجيب العجينه برضو لازم نعملها بايدينا برضو كده، نطريها اهي اهي. نجيبها كده اهي. نشيل الزيادات منها ونظبطها بيطلع معانا الشكل كده. في اشكال ممكن ما عندكوش الاشكال ممكن تعملوها دايره، بتبقى فطيره صغيره كده عادي اي حاجه. هنكمل بقى وهنسويه برضو. الفرن يبقى ساخن والقرقيش برضو على نار هاديه وهنوريكم بقى لما تستوي. القرقيشه هي خلصت معانا. طالعه عامله ازاي مستويه ولونها عامل ازاي. هي دي اللي حشيناها بالملبن والسمسم، وديت بالعجوه وفي ساده، ودوت برضو اللي عملناه الكعك الصغير برضو منها فطير صغير كده برضو بالعجوه. مقاديره مظبوطه. 3 كيلو خدوا 7 مجات سمنه ونص كيلو لبن وذره ملح وسكر بودره، 3 معالق سكر بودره والخميره. اتمنى ان انتوا تجربوه، يا رب يعجبكم. هو ريحته جميله وطعمه كمان حلو، واتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل لكم حاجه جديده. هنعمل مكرونه ايطالي في البيت، وهنعجنها وهنفردها وهنوريكم ازاي الصلصه بتاعتها كمان بتتعمل بطريقه سهله وحلوه. ولازم تتبعوا الطريقه ديت علشان تطلع معاكي طعمها حلو. لو ما عملتهاش باللي انا هعمله دوت مش هتطلع معاكي حلوه. وهتعمليها وهتحسي بالفرق. هتحسي انك انتوا المكرونه اصلا اللي بتتباع جاهزه دي ملهاش اي طعم. لما تجربوا المكرونه اللي هتعملوها في البيت هتعرفوا ان المكرونه دي حلوه وطعمها حلو. هنا 2 كيلو طماطم هنقطعها انصاف كده بالطريقه دي كده
هنعمل الصوص الاول وبعد كده هعجن لكم العجينه بتاعت المكرونه. لازم الطماطم دي تتقطع بالطريقه ديت وايه، ونحط عليها شويه ميه كده ونحطها على النار تغلي، يا دوبك تاخد غلوتين معانا، وبعد كده ايه هنضربها في الخلاط وهوريكم هنعمل الصوص بتاع المكرونه ازاي. لازم تتبعوا الخطوات ديت، الحاجات ديت والتريكات ديت ايه مهمه. هنحط بقى الطماطم على النار وهنرجع تاني عشان نعجن اهو مقادير المكرونه الايطالي. اهو ده كيلو دقيق احنا نخلناه وحطيناه هنا في البوله، وهنا 8 بيضات اهو، 8 بيضات اهمت، وربع كوبايه زيت ونص معلقه ملح اهو، ومعانا كوبايه ميه اذا احتاجنا للعجن. الملح اهو هنقلبه معاها اهو، وهنضيف البيضه اهوت 8 بيضات. دي بتتعجن بالايد، والربع كوبايه الزيت اهو. المكرونه دي بتبقى جميله وطعمها حلو، ولما تجربوها وتعملوها كمان مش هتاكلوا اصلا مكرونه من بره، لان دي اصل المكرونه بيض ودقيق وميه وملح. هي في ناس بيحطوا زيت زيتون، بس انا ايه يعني ما عنديش، انا ممكن بالزيت العادي مش هتعمل يعني مش هتفرق. الوصفه دي الايطاليين هما بيعملوها كده ايه. هنكمل عجنها بقى وايه ونرجع لكم. العجينه اهيت، المكرونه عجناها اهيت، لازم تتعجن كويس عشان ما يبقاش فيها حاجه. بصوا بقت عامله ازاي، لازم نلم كله اهو اهي. بصوا بقت عامله ازاي اهي، لازم نعجنها لغايه ما تبقى ناعمه خالص. بص البيض كمان مديها لون حلو اهي، ولازم يبقى لها عرق كده اهي، لازم تبقى كده بالطريقه ديت. العجينه اهيت احنا عجناها اهي، لازم نسيبها ترتاح، نحطها في التلاجة ونغطيها بكيس بلاستيك نضيف وايه، وتتشال في التلاجة. لازم نسيبها حوالي نص ساعه او ساعه ترتاح، عشان لما نيجي نفردها ايه هنوريكم بقى بقيه الحاجات لما نفردها ونعمل ونجهز الصلصه. دلوقتي هنعمل صوص البولونيز بتاع المكرونه الايطالي، عباره عن زيت، ودي بصله متقطعه اهي قطعناها وحطينا عليها بس على نص معلقه فلفل اسمر يا دوبك هنشوحها. وهنا معانا في لحمه مفرومه اهي، دي لحمه مفرومه هنضيفها عليها، عشان صوص البولونيز عباره عن صلصه وبصل ولحمه مفرومه ثوم وفلفل عشان تطلع معاكي مظبوطه. الطماطم اللي احنا حطيناها تغلي بقشرها اهي، احنا اهي بعد ما غليت وضربناها في الخلاط وصفيناها، ضربت في الخلاط وتصفت. لازم تتعمل كده، لازم الخطوه دي، لو ما عملتيش الخطوه دي المكرونه مش هيبقى معاكي طعمها حلو، ولا صوص البولونيز هيبقى طعمه حلو. في ايطاليا بيعملوه بيجيبوا الطماطم اللي هي المعلبه، احنا طبعا هنا الطماطم رخيصه مش هنجيب طماطم معلبه، فايه الطماطم يا دوبك تقطعيها وتغليها وتمشي بالخطوات دي عشان تديك التست والطعم الحلو بتاعها اهي. اللحمه اهي، واحنا عندنا هو فلفل اخضر حامي وثوم وفلفل ناعم كمان عاملاه معاها اهو نضيف نشوحه معاها. انا عملتها في حله واسعه كبيره علشان ايه تبان، عشان انا عامله كيلو دقيق. عايزه تعملي اقل تعملي نص كيلو برضو ايه تعملي، انا بعمل وانت ايه براحتك، اللي عايز يعمل كميه عايز يعمل اقل يعني اهي. الخطوات تمشوا عليها كده مظبوطه تطلع معاكم الاكل طعمه حلو. هنضيف بقى الصلصه اهي، طماطم وعليها معلقه سكر اهي، معلقه سكر كبيره اهيت عشان تكسر حموضه الطماطم. وهنا معلقه بهارات واحنا في معانا زيتون بس مش هنحطه دلوقتي، لما
لما الصوص يستوي كده هنحط الزيتون اهو. في هنا معانا مكعبين مرق، الصوص اهوت هنسيبه يتسبك مع بعض اهوت مع بعضه اهو. واحنا هنا مجهزين ميه مغليه علشان المكرونه هنفردها بالمكنه ولما الميه تغلي هنسقطها فيها، وهنشوف بقى هنعمل ايه. هنروح دلوقتي نجهز المكرونه علشان نفردها بالمكنه ونوريكم بقى هتتفرد ازاي. العجينه هي بتاعت المكرونه احنا بناخد منها حته بنفردها بايدينا كده، ولازم يكون جنبنا دقيق. لازم الدقيق المكرونه الايطالي لازم تفرديها بالدقيق. اهي المكنه اهي جهزناها اهي. والاول بنفردها اهي، بنفرد العجينه بنفضل نفرد فيها كده بالسمك اللي احنا عايزينه. ولازم الدقيق يبقى جنبنا ونبدر العجينه على طول بالدقيق اه. ممكن ولادك كمان يشاركوك، هي بتبقى عايزه ايادي كتير، الولاد كمان ممكن يعملوا معاكي اهو. طب لو انت ما عندكيش المكنه اللي هي بتاعت المكرونه برضو ممكن تعمليها وتفردها بالنشابه، وهنوريكي ازاي برضو هي بتتقطع اهي. نفرد برضو العجينه تاني لو لقيناها طولت مننا بنقسمها بالسكينه عشان نقطعها ايه على اليمه اللي هي بتاعت الشرايط. هي العجينه هي بنقسمها اهي. برضو بنفردها تاني اهو. بعد كده بقى ايه نبتدي نقطعها على اللي هي الايه اللي بتاعت الشرايط اه. ولازم الدقيق يبقى جنبنا عشان نبدرها على طول بالدقيق اه. هي بتبقى محتاجه ايادي كتير على فكره، مش ايد واحده، حد بيلف المكنه وحد معاكي اهو. ولازم اهو المكرونه اهي، المكرونه اهي بعد ما طلعناها اهي لازم نبدرها بالدقيق، نعملها كده نفككها من بعضها اهي. لازم الدقيق يبقى جنبنا اهو، لازم نرشرشها بيه اهي. هنوريكم بقى واحده تانيه، وخدوا بالكم المكرونه دي تحفظوها العجينه دي عشان هنعمل منها لازانيا وهنعمل منها وصفات تانيه كتير. ممكن تعملوها في رمضان وفي غير رمضان، في عزومات، في اي حاجه. لازم نبدرها بالدقيق كده عشان لو سبناها هتلزق على بعض اهي. ونفردها عن بعض كده اهي. التانيه اهي هنفردها على ناحيه الفرد اهي. كمان اهي حسب السمك اللي انت عايزاه، وعايزاها تخينه رفيعه وسط. احنا بقى بنعملها وسط. ما ولادي هنا بيساعدونا هم اهو. دي بقى ايه هنوريها لكم بالسكينه، هنلفها ونقطعها اهي. احنا جبنا واحده اهي هنوريها لكم ازاي نقطعها بالسكينه لو فردناها بالنشابه اهي. اهي بنعملها كده برضو. السكينه برضو بنديها دقيق اهو، بنقطعها كده برضو بالراحه برضو شرايط حسب السمك اللي انت ايه عاملاه، وهتطلع معاكي حلوه واحسن كمان بكتير من المكرونه اللي بنشتريها بره اهي. دي بتبقى كلها عباره عن عجين اهي. ممكن كمان السمك اهوت ايه نرفعها كمان اهي. اهي القماشه نضيفه انا حطاها اهيت. نفردها برضو كده ما نسيبهاش، يعني مش تقطعوها وتسيبيها لا اهي. برضو الدقيق اهي ونبدرها بيه اهي. دي اللي قطعناها بالسكينه اهي اهي. يعني عندك اي حاجه. خدي بقى هنا جهزنا اهوت المكرونه اهي معانا اهيت، خلصناها اهيت وعملناها بالدقيق. لازم نشيل منها الدقيق كده. عندنا هنا ميه بتغلي خالص، حطينا عليها معلقه ملح اهي. هننزل المكرونه كده وهي الميه بتغلي اهي.
لازم الميه تكون بتغلي، لازم اهي. ونحاول نبعدها عن بعضها عشان المكرونه دي فيها بيض وبتلزق اهي. هنحطها شويه شويه وهنعرف استوت ازاي. هنلاقي المكرونه لوحدها كده هنلاقيها طلعت لفوق اهي. دلوقتي هنشوف، هنبص نلاقي المكرونه ايه هتبتدي تطلع لفوق. ده بس تقليبه كده اهي. احنا هنا معانا الصلصه اهيت خلصت اهي، واديتها الملح بتاعها، وهديها الزيتون اهو. اديله تقليبه، احنا ملحناه اهو، وعملنا كمان اهي جنبها للتزيين كمان برضو داود باشا لحمه كور اهيت او ميت بولز، وعملناها بالصلصه اهيت وشوحناها الاول مع دقيق، واديناها معلقتين صلصه من صلصه المكرونه اهي. المكرونه ابتدت تطلع معانا كده كده كده، المكرونه استوت اهي. نبتدي بقى نطلعها كده اهي ونحطها على الصلصه اهي على طول اهي. ناخد من هنا طالما المكرونه طفت على الميه، نعرف استوت ازاي. المكرونه اهي طفت على الميه اهي، طلعت على سطح الميه اهي لوحدها اهي، بقت على سطح الميه. بنشيلها كده اهي بعد ما نديها تقليبه اهي، وعلى الصلصه على طول اهي، او ممكن نصفيها بمصفى حسب ما انتوا ايه عايزين. هنكمل بقى باقي المقدار ونرجع لكم ايه واحنا بنعمل. المكرونه الايطالي خلصت معانا اهيت، وزيناها اهيت، وحطينا عليها جبنه، اي نوع جبنه انت بتحبيه، جبنه رومي او برمجان اي حاجه. خلصناها اهيت، وبصوا بقت عامله اهي عامله ازاي، وعملت لها لحمه اهي كور او داود باشا وعملناها بيها. بصوا بتبقى عامله ازاي، وطعمها بيبقى حلو. وانتظرونا ان شاء الله لما نعمل اللازانيا، واتمنى ان هي تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل القراقيش. دول 3 كيلو دقيق، هنحط عليهم كوبايه ونص سمسم. دي هنعملها، مش هنعملها دايبه زي الكحك، هنقلل في مقدار السمنه. هنا هندي كل كيلو دقيق مجين سمنه. احنا الكحك حطينا 3 مجات، لا ده هنحط على القراقيش عشان مش عايزينها دايبه، هنحط مجين سمنه على كل كيلو. وهنا في ربع معلقه ملح، وفي هنا حوالي 3 معالق سكر بودره، وهنا السمنه اهيت. هنقلب الاول الحاجات دي مع بعضها، الحاجات الجافه دي مع بعض كده. وهنا السمنه زي ما قلنا كل كيلو عليه مجين سمنه، عشان مش عايزينه دايب قوي زي الكحك، يعني مش هيبقى كله دايب وكله سمنه وكده. فهنا ال3 كيلو حطينا 6 مجات، هنبسهم اهو. دي سمنه بلدي على نيوزيلندي برضو اهي، هنبسهم برضو، ما نحطش السمنه كلها مره واحده. لازم نبس الدقيق مع السمنه كويس. وهنا برضو عاملين الخميره، وهنا هنحط برضو لبن، نص كيلو لبن برضو هنحطه بالتدريج، علشان ايه ما حسب ما العجينه تاخد اهو. هنحط بقيه السمنه اهي. هنكمل بس بقى ونرجع لكم تاني على ما نبسها. دي اهو بعد ما بسيناه القراقيش، وكمان نسينا كمان هنحط عليه محلب وشمر ويانسون مطحونين اهو، هما بيجوا جاهزين، برضه هنضيفهم عليهم. احنا كمان ضفنا مج سمنه سايحه، يبقى كده 7، يبقى كده 7 مجات. علشان ايه؟ عايزينه يعني لا دايب ولا دايب قوي ولا ايه ولا ناشف اهو. والخميره اهي كمان اتنشطت اهيت، اهي دي قطعه خميره كبيره هنضيفها. واللبن برضه هنحطه بس مش كله. نبتدي نلم
القراقيش ونشوف لو احتاجت النص بقيه اللبن نحطه، يعني مش احتاجته مش مشكله، بس هي شكلها تحتاجه اهو. اهو نعجنها ونلمها، مش نعجن نلم بس كده، لان هي مبصوصه كويس واخده كل حاجه اهو. لو تلاقيناها مثلا محتاجه شويه ميه كمان للعجن ممكن نديها، بس هي كده خلاص كده ايه مش محتاجه. نبتدي نلمها اهي مع بعضها عشان ميبقاش في حاجه مفروله فيها. لازم نلمها كويس. نلمها كده بالطريقه دي كويس اهي. نسيبها بقى تخمر وهنوريكم بعد ما تخمر بقى هنشكلها ازاي. عجينه القراقيش اهي احنا بنفردها بنشابه، وبنفرد العجوه كمان، اهوت على كيس بلاستيك. العجوه احنا عملناها بسمنه سمنه وسمسم وعجناها في بعض وسبناها لما تبرد. بنفردها، بناخد حته منها وبنفردها اهو. بناخدها بالطريقه دي كده اهي. اهي كده. طبعا بنسوي الاحراف من هنا ومن هنا اهي. بنلفها بالراحه كده اهي اهي، ونضغط عليها برضو نشيل الزيادات منها اهي ونقطعها بالطريقه دي كده. وبنرصها ايه في الصينيه بتاعتها اهي كده. وفي شكل كمان انا هوريه لكم اهو، بنعمله كمان وبنحشي عجوه من النص اهو. ده بنجيب العجوه اهي بنكورها كده بالطريقه دي ونعملها بالشكل ده اهي. بنجيب العجينه برضو لازم نعملها بايدينا برضو كده، نطريها اهي اهي. نجيبها كده اهي نشيل الزيادات منها ونظبطها بيطلع معانا الشكل كده. في اشكال ممكن ما عندكوش الاشكال ممكن تعملوها دايره، بتبقى فطيره صغيره كده عادي اي حاجه. هنكمل بقى وهنسويه برضو الفرن يبقى ساخن والقرقيش برضو على نار هاديه وهنوريكم بقى لما تستوي. القرقيشه اهي خلصت معانا، طالعه عامله ازاي مستويه ولونها عامل ازاي. هي دي اللي حشيناها بالملبن والسمسم، وديت بالعجوه وفي ساده، ودوت برضو اللي عملناه الكعك الصغير برضو منها فطير صغير كده برضو بالعجوه. مقاديره مظبوطه. 3 كيلو خدوا 7 مجات سمنه ونص كيلو لبن وذره ملح وسكر بودره، 3 معالق سكر بودره والخميره. اتمنى ان انتوا تجربوه، يا رب يعجبكم، هو ريحته جميله وطعمه كمان حلو، واتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه.